النادي الأهلي من بداية إنشائه وهو مهتم بالتفاصيل المالية للنادي، ومن لحظة بداية النشاط الفعلي ومرور الزمن بدأ يطور من موارده المالية ويهتم برضه إن تكون واضحة وصحيحة بمنتهى الشفافية. كل عصر كان بيدرس ويطور عشان يوصل في بعض الأحيان في الماضي إنه ينافس الفرق الأوروبية، وفي الوقت الحاضر النادي الأهلي قدر يوصل لمرحلة من التطور الاقتصادي والمالي اللي الكل بيشهد على إنها طفرة في كرة القدم. نيجي للوقت الحاضر وميزانية النادي الأهلي في 2025. يا مساء الفل. في الفيديو ده هنحاول نوضح شوية حاجات في ميزانية النادي الأهلي وفي القوائم المالية في سنة 2025 عشان نعرف السؤال المتكرر: الأهلي بيجيب فلوسه منين؟ نبدأ بالحاجة الأهم وهي قائمة إيرادات ومصروفات نشاط الكورة. قبل ما نبدأ في تحليل قائمة إيرادات ومصروفات نشاط الكورة لازم نفهم حاجة صغيرة كده، إن النادي الأهلي مؤسسة غير هادفة للربح، عشان كده هنلاقي كلمة فائض أو عجز بتتكرر معانا كتير. طب ليه بنقول فائض أو عجز مش بنتكلم في مكسب أو خسارة؟ لأن ببساطة النادي الأهلي مؤسسة غير هادفة للربح، يعني مفيش مكاسب هتتوزع على أشخاص عكس الشركات. فمثلا في الشركات بيبقى في مكسب في اخر السنه بيتوزع على الشركاء بالنسب بتاعتهم في راس المال، لكن النادي الاهلي هو مؤسسه حكوميه غير هادفه للربح، علشان كده بيتوصف الفرق ما بين الايراد والمصروف على انه يا اما فائض يا اما عجز. ندخل بقى في تحليل قائمه ايرادات ومصروفات النادي الاهلي. لازم نفرق بين حاجتين: اثبات استحقاق المصروف او الايراد، وصرف المصروف او تحصيل الايراد. واللي احنا بنعرضه ده هو الجزء الاول. الايرادات وصلت ل 1.42 مليار، يعني زياده بنسبه 20.62%. بس في معلومه كده، ان كل المصروفات والايرادات الدولاريه بيتم احتسابها بقيمه سعر الدولار في يوم 30/6. يعني مثلا في يوم 30/6 2024 كانت قيمه الدولار ب 48.98، وفي 30/6 2025 كان ب 49.55، يعني زيادة بنسبة 3.27%. نيجي للجزء الثاني وهي المصروفات، واللي بلغت 1.37 مليار، يعني زيادة بنسبة 23.97%. وده طبيعي جدا في ظل زيادة الأسعار وسعر صرف الدولار. فائض نشاط كرة القدم وصل ل 45.16 مليون، وانخفض عن السنة اللي فاتت بنسبة 50.87%. طيب الانخفاض ده كان بسبب إيه؟ ده راجع لانخفاض ايرادات بيع اللاعبين والاتحاد الافريقي، واللي تم معالجته بالزياده في ايرادات كاس العالم والرعايه. يعني ببساطه كده اللي قل هنا انا زودته هنا. فمثلا الرعايه زادت حوالي 50 مليون، والاغلب انها بسبب رعايه معسكر الفريق قبل كاس العالم في امريكا، 50 مليون زائد صفر مصروفات. وانخفضت قيمه بيع اللاعبين ل 33.88 مليون، مع العلم ان انتقال وسام ابو علي لكولومبوس كرو بتاريخ 26/7/2025 يعني هيظهر في السنه الماليه في 2026. مصروف شراء اللاعبين حسب تقرير المراجع المالي يعتبر اصل من اصول النادي، بيتم توضيحه في بند اصول اخرى، وده لعده اسباب. فمثلا الحفاظ على حق النادي في اللاعب بدلا من ان يبقى الحق ده يرجع لفريق الكرة او شركة الكرة. حاجة تانية وهي اهلاك الاصل او مصروف شراء اللاعب، وده بيتم في ميزانية النادي حسب مدة العقد. يعني ببساطة كده اللاعب بيبقى أصل من أصول النادي، بيتم توضيحه في بند الميزانية مش في قائمة إيرادات ومصروفات كرة القدم، لأن اللاعب ده بيعتبر أصل من أصول النادي. نيجي لحاجة تانية وهي انخفاض إيرادات الاتحاد الأفريقي، ووصلت 71.43، وطبعا ده بسبب خروج الفريق من نص النهائي وخسارته لقب السوبر. عشان كده بنقول إن أفريقيا ما بقتش رفاهية، لازم ترجع تكسب بطولات أفريقيا تاني، وده طبعا بسبب العائد المادي الكبير اللي بيرجع تاني للنادي. كمان في زياده ملحوظه في التذاكر، وده بسبب زياده عدد الجماهير واللي وصلت ل 56.66 مليون. كمان في انخفاض في جوائز السوبر والكاس بسبب عدم المشاركه في الكاس، وده لان نهائي كاس مصر 2023 كان بتاريخ 8 مارس 2024 في السنه الماليه بتاعت 24، بالاضافه لفصل ايراد الاتحاد فاصبح 16.86 مليون. كمان في زياده ملحوظه في ايرادات كاس العالم، وده بفضل زياده سعر الدولار، وحته تانية هنبقى نتكلم عليها في فيديو تاني المنفصله، بس لازم نوضح منها جزء في الفيديو ده، وهي عدم تحقيق ايراد حق استغلال استاد السلام بعد فك الارتباط. ده غير انخفاض الظهور الاعلامي للاعبين واللي ظهر بقيمه 4.64 مليون، انخفاض عقود رعايه اللاعبين واللي بلغت 2 مليون. معلومه على الهامش كده: ايراد كاس العالم اكتر من اجمالي ايرادات نادي الزمالك حسب حسام المندوب، واللي وصلت لمبلغ 587.14 مليون، حوالي 11.85 مليون دولار. في حاجة تانية هي إقفال فائض نشاط شركة كرة القدم للمرة الأولى بقيمة 56.11، يعني تقريبا بنسبة 11.22% من إجمالي إيرادات نادي الزمالك. ده غير زيادة في إيرادات اختبارات الناشئين بقيمة 2.73 مليون، وبلغت إجمالي مصروفات الرواتب والحوافز للاعبين
اللاعبين والمدربين والاداريين مبلغ 900.79 مليون، يعني ببساطه كده 9 من عقد زيزو. حاجه تانية، تحمل الاهلي مصروف ملابس وادوات زائد عن عقد اديداس بقيمه 4.9 مليون، حوالي 98 الف دولار. الجدير بالذكر ان العقد الجديد لاديداس هيبقى ب 1.1 مليون دولار ادوات زائد 500 الف نقدي، ده في السنه الماليه 2026. وظهر برضه زياده ضخمه في مصروفات المباريات بمبلغ 306.75 مليون لزياده الاسعار، وزياده برضه ضخمه في مصروفات الرعايه الطبيه بقيمه 13.1 مليون، وزياده ضخمه في مصروفات متنوعه بقيمه 9.64، وده كله راجع لزياده الاسعار، وزياده في مصروفات الاكاديميه بقيمه 47.2، مصروفات معسكر الاعداد ودي غالبا بوكيت ماني للاداريين بقيمه 6000.4، نسبه رعايه المتحده 12.5% بقيمه 52.92 مليون، رعايه مجتمعيه قدمها الاهلي للمجتمع بقيمه 2.5 مليون. دي ببساطه قائمه ايرادات ومصروفات السنه الماليه، قائمه بتوضح النادي الاهلي صرف قد ايه ودخل له دخل قد ايه او ايراد قد ايه من نشاط الكوره، ملهاش اي علاقه بالنادي الاهلي كسب قد ايه او خسر قد ايه، لان انت لو جيت تحاول تحسب النادي الاهلي كسبان او خسران فلازم تحسبها على الميزانيه العموميه بتاعه النادي ككل، ما بحكمش على النادي كله من نشاط الكوره بس. علشان كده كنت بقول لكم ان الفائض او العجز اللي بيحصل من قائمه ايرادات ومصروفات نشاط الكوره بيتم ترحيله للميزانيه وبيتم معالجته. ببساطه كده النادي الاهلي بيحاول يوضح في القوائم دي الارقام اللي النادي الاهلي بيعلن عنها كل سنه بمنتهى الوضوح والشفافيه. وطبعا سؤال النادي الاهلي بيجيب فلوسه منين ده هيفضل سؤال بيتسال كل شويه حتى لو وضحت مليون توضيح واعلنت عن الارقام حتى بمستندات. بس احنا بنحاول في الفيديوهات دي نوضح للاهلاويه قد ايه النادي الاهلي قوي، قد ايه في تطور اقتصادي في اخر 3 4 سنين. بس للمعلومه هو النادي الاهلي مش اول مره يبقى عنده طفره اقتصاديه كده، النادي الاهلي على مر العصور بيمر بكبوات وده طبيعي جدا في اي نادي، بس زي ما بيمر بكبوات برضه عنده المنهجيه والدراسه والتطور اللي بتحصل كل فتره علشان خاطر ترجع اقوى من الاول، وده حصل على مر السنين. وان شاء الله في الفيديوهات الجايه هنوضح حاجات اكتر عن الميزانيه.